من أغرب أنواع الفاكهة واللي مش معروفة في معظم العالم ووزنها بيعدي 10 كيلو هي فاكهة الجاك فروت، وكانت موجودة بس في المناطق الاستوائية وبعد كده اشتهرت في العالم كله. ومن أهم مميزات الفاكهة دي إن طعمها حلو، وكمان بقى في ناس كتير بتستخدمها لتقديم الأطباق. طب يا ترى إيه هي فوائد وأضرار الجاك فروت؟ الجاك فروت من أكبر فواكه العالم، وكمان النباتيين بيستخدموا الفاكهة دي كبديل عن اللحوم، بالإضافة كمان إنها مصدر للتغذية المختلفة. واهم حاجة بقى ان فيها كميات معتدلة من السعرات الحرارية، يعني تقريبا 155 سعرة، والسعرات دي كلها مصدرها من الكربوهيدرات والالياف الغذائية. وكمان من اهم فوائد الجاك فروت هي محاربة السرطان، وده لان المركبات النباتية الموجودة فيها بتمنع الخلايا السرطانية انها تدخل الجسم، لانها بتعتبر عامل مهم في خفض خطر الاصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية. وكمان بتساعد في دعم صحة القلب بسبب محتواها على البوتاسيوم والالياف الغذائية ومضادات الاكسدة. أما بالنسبة لأضرار الجاك فروت فهي قليلة جدا، يعني مثلا الفاكهة دي بتعمل على خفض مستوى السكر في الجسم، علشان كده من المهم جدا استشارة الطبيب. وتاني حاجة من أضرارها هي ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم، لأن الفاكهة دي بتمنع امتصاص الجسم لبعض العناصر الغذائية، فبتكون سبب في عسر الهضم وتهيج المعدة. وأهم حاجة بقى إن ما ينفعش نحط الجاك فروت على البخار، لأنها كده بتفقد قيمتها الغذائية وفوائدها تتحول لأضرار. زي أي حاجة ليها فوائد وليها عيوب. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديوهات جديدة.